سيبك من الماتش وسيبك من الاداء الغريب وسيبك من التبديلات وسيبك من كل حاجه حصلت في الماتش. الاهلي بيفوز على حرس الحدود 3-2 في اداء مقلق، اداء مش افضل اداء. بتجيب جون في اول الماتش بعد ما بتدي اخيرا فرصه لجريديشار انه ينزل ويوريك انه مهاجم فعلا، بيجيب جون حلو جدا. بس بتيجي بعديها بسذاجه محمد هاني وسذاجه الدفاع بيخش فيك التعادل. تيجي اخر الشوط الاول بيجي لك فرصه وبتجيب ضربه جزاء حلوه جدا من تريزيجيه. نسكت؟ لا برضه ما نسكتش. يجي لك الشوط الثاني لازم يخش فينا جون بمنتهى الضحك. جون الدفاع كله يحسب عليه ان الدفاع كله اتجمع قدام وساب محمد طاهر لوحده يا عيني بيدافع اللي هو مش مدافع. فالكوره بتخش غلطه من الدفاع وغلطه من شوبير، بس شوبير برضه قدم مستوى كويس. طيب بعديها بتجيب بقى جون الثالث بتسديده حلوه جدا من تريزيجيه، بتخبط في العارضه بترد في ياسر ابراهيم وبتخش جون. بس لازم نتكلم في كام حاجه. اول حاجه انت دفاعيا وحش، محتاج مدافعين. هنفضل نقول على طول محتاجين مدافعين. الاهلي مش محتاج مهاجم دلوقتي، الاهلي محتاج مدافع، محتاج يظبط المهاجمين بتوعه ومحتاج يدي فرصه لجريديشار اللي انا بستغرب انه طلع بدري، كان المفروض يقعد اكتر. الناحيه الثانيه عندك الهجوم مش افضل حاجه بس بتعرف تجيب اجوان، فدي حاجه كويسه. فانت محتاج تظبط دفاع دفاع دفاع. محتاجين الدفاع مهم جدا لان انت الماتش الجاي ضد الزمالك ماتش مهم، ماتش كبير، ماتش قمه. والزمالك فرقه ستيبل اكتر منك، فرقه متزنه، فرقه عندها مدرب كويس، فرقه عندها مدرب. انت لحد دلوقتي ما عندكش مدرب برضه. طبعا احنا اللي معانا بيقدم اللي عليه وبيعمل اللي عليه طبعا، بس احنا محتاجين مدرب. وما تتاخرش لانك كل ما تتاخر محدش هيجي لك، لان انت في وقت صعب انك تجيب مدرب. ماشي. لو حابب تشوفني اكتر بتكلم في الدوري المصري وفي النادي عن النادي الاهلي على طول بدل ما بتكلم عن اوروبا بس، يا ريت تقول لي في الكومنتس. لو عايزني اتكلم عن اوروبا بس برضو قول لي في الكومنتس. ده كان راي كوره معايا انا يوسف. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وفولو وسلام.